مرة بطلا لكن بشكل سلبي على فريق برشلونة في نهاية الكلاسيكو. يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. درس، هو درس ليه؟ لأن زي ما قلت لك الحياة لازم تديك دروس. هو مش في حالة طبيعية ولا في فورمة كويسة. برشلونة بيلعب 10 طول الوقت بسببه. هو حط ضغط على نفسه وده ادى دافع لريال مدريد انه يبقى بعد الاربع كلاسيكو اللي احنا خسرناهم لازم النهارده الخمس كلاسيكو نكون موجودين. وده اللي اترجم في بدايه الشوط الاول. على فكره الشوط الاول هو افضل من الشوط الثاني بكتير لان الفرقتين كانوا بيلعبوا كوره. فالهدف الاول تمريره كويسه من بيلينجهام. وقلت يا محمد التصريحات كان لها دور كبير قوي قوي على الفرقتين. الاثنين نازلين عصبيين متحمسين مشحونين. فاهم؟ ما فيش حد بياخد الدوري بعد الجوله العاشره. يعني فرق 5 نقاط لريال مدريد مش هتاخد بيهم الدوري. انما هو عاوز يقول لك بعد الاربعه كلاسيكو اللي خسرهم ورا بعض انت هتيجي هنا في البرنابيو مش هتطلعوا كسبانين. وكان حافز اضافي بالنسبه لامين يامال اللي انا بعتبر درس ليه. عاوز اتكلم برجليك ما تتكلمش بلسانك. زي ما قلت الكوره في الملعب. فالنهارده هو هيستحمل الطلوع على المسرح. هو ده عالم كره القدم. تتكلم كتير ما تلعبش برجليك. تعال بقى خد الشماعات كلها وخد كل النقد لانه نقد مستحق ودرس ليك. النهارده تحس لعيب معتزل بيلعب مقارنه بالموسم اللي فات. الواحد كان بيروح واحد لواحد وسرعته وارتداده وانطلاقاته. النهارده لا، عاوز اتكلم برجليك ما تتكلمش ببقك بس. فوز مستحق ومهم لريال مدريد كابتن ياسر. صحيح. هو صراحه مدريد دفع مهر نقاط هذه المباراة من خلال القراءة الأكثر من رائعة وإيجابية من ألونسو. تعامل مع المباراة بشكل مناسب جدا من خلال التشكيل المناسب، قراءته لطريقة لعب برشلونة، تغطيته لنقاط برشلونة واستغلال نقاط ضعفه أفضل استغلال على كافة مجريات المباراة. رغم أنه بين الشوطين ذكرت أنه تأخذ ريال مدريد سوف يصعب على نفسه المباراة لأن المجهود البدني اللي بذله في الشوط الأول وكذلك في بداية الشوط الثاني من خلال الضغط العالي على اللاعبين لن يستمر طوال المباراة. وبرشلونة ممكن أن يستغل هذا التراجع في مستوى البدني. ولكن يعني تفوق صراحة مدريد في جميع دقائق المباراة. أعتقد حتى بعد ضياع ضربة الجزاء ويعني السيطرة الأكثر اللي كانت من برشلونة ومحاولاته ولكن دون خطورة كبيرة. أنا أعتقد أنه الأداء اليوم أكثر من رائع حتى على المستوى المجموعة وكذلك على المستوى الفردي. بيلينغهام وجدناه مثل دائم في المباريات الكبيرة يتواجد دائما، يظهر في دفاعيا ويظهر هجوميا يعني بشكل أكثر من رائع. ميليتاو كذلك استطاع أن يقود الدفاع وتنظيم الدفاع وترتيب الدفاع بشكل جدا. أنا أعتقد أن 3 نقاط مستحقة لريال مدريد يعني بإبداع من جميع اللاعبين لأول مرة، وهذا أفضل مستوى يقدم لريال مدريد تحت إدارة ألونسو حتى الآن. سيد أرسن، كان مهم جدا لألونسو أن يحقق الانتصار في أول كلاسيكو بعد أن أعطي الثقة خلفا لأنشيلوتي. Yeah, he balanced well his team today. نعم بالتأكيد هو قاد فريقه بشكل جيد اليوم أعتقد. It was a bit men against boys. أظن بأنه كانت لعبة رجال ضد أطفال في بعض مراحل اللعب وبعض اللقطات. على الصعيد الدفاعي مثلا والمستوى الدفاعي لريال مدريد تحديدا كان أقوى بكثير من المستوى الدفاعي لبرشلونة وهذا كان واضحا للعيان. وفي الهجوم مدريد دائما ما كان يبدو وكأنه يستطيع أن يسجل هدفا آخر في أي لحظة. وبرشلونة بدأ وكأنه ليس شرس بما فيه الكفاية في الهجوم. لا رافينيا ولا ليفاندوفسكي بالتأكيد كان لديهم الكرة. نعم استحوذوا عليها في الشوط الثاني بعد أن ضاع مبابي ضربة الجزاء ولكنهم لم يبدوا خطيرين لدرجة أنهم يستطيعون تسجيل هدف. والتوازن الدفاعي لريال مدريد اليوم أنا فعلا أحيي شافي ألونسو على تحقيق ذلك بشكل جيد. فينيسيوس قدم مباراة كبيرة لكنه كان مستاء جدا لحظة خروجه. He was angry and كان غاضبا وبصراحة مستواه كان استثنائيا اليوم.
ونحن رأينا ما حدث حتى قبل المباراة، وهذا أعطى إصرارا كبيرا جدا لريال مدريد. وفينيسيوس كذلك كان من بين اللاعبين الذين حفزوا بتلك التصريحات يامال، ولكن كان غاضبا عندما غادر الملعب بلا شك. أظن بأنه لا يجب أن يبرز ذلك، ورغم أنه كان من الصعب بالنسبة له أن يغادر الملعب اليوم وأن يقبل ذلك، ولكن يجب أن تتقبل قرارات المدرب في نهاية الأمر. هو غادر ثم عاد لدكة الاحتياط، لأن شخصا ما قال له لا يمكن أن تفعل ذلك، لا تغادر الملعب، يجب أن تعود لدكة الاحتياط، أنت تلعب في ريال مدريد، عد إلى الدكة. لكن فنيا قدم مباراة كبيرة، كان يستحق أن يكون مباراة وأن يلعب دقائق أكثر. ولو أن رودريجو أيضا يستحق دقائق اللعب. أنا كان عندي يطلع أرضه ونزل رودريجو ناحية اليمين ويخلي فينيسيوس ناحية الشمال، إنما هو ردة فعله غير مقبولة، لأنه هو قدم مستويات كويسة محمد حتى قبل ما يخرج. هو تحس إن هو فايق، فتديله المساحة. بالنسبة لي ممكن التغييرات، أنا ما عجبنيش تغييرات معظمها بتاعت تشافي ألونسو، تحس إن هو عاوز يحافظ على النتيجة دي يا محمد. وده الفرق ما بين ريال مدريد وبرشلونة لما بيلعبوا بعض. برشلونة لما بيحس إنه راكب بيكسب 4-5. ريال مدريد الأربع هزايم بتاع الكلاسيكو اللي ورا بعض مأثرين على اللعيبة نفسيا، فتحس إن اللعيبة التقدم 2-1 حلو، عاوزين نكسب وخلاص. لا، أنت النهارده كان عندك فرصة تقدم سكور تاريخي، تكسب 4-5، تكسب 4-5، لأنه برشلونة غايب منه عديد من النجوم ومش في حالته الطبيعية، وبتلعب على ملعبك وفورمة النجوم بتاعتك عالية قوي. فكر تجيب الثالث والرابع والخامس، هو ما بيرحمكش. الأربعة الكلاسيكو الأخرى 16 جول. أيوة. فالنهارده كان فرصة تاريخية ليه، إنما أقول إن كان المدرب محتاج إنه يكسب مباراة كبيرة يا محمد، لأن فين الشكوك دخلت في ريال مدريد؟ مباراة أتلتيكو مدريد. أيوه، خسارته للديربي. الفريق تحس إنه تأثر بعد الخماسية، فيجي المدرب يجي يقول لك ايه، انا عاوز اكسب مباراه كبيره عشان اخد مساحه من الوقت وارفع الضغط عليا. لان انت في مدرب ريال مدريد تكسب ماتشات صغيره وتكسب ماتشات كبيره، دي ماتشات برستيج. ايه اللي خلى فليك دخل قلوب البرشلونيه انه كسب 4 كلاسيكو ورا بعض؟ فالنهارده لتشافي تحس ان هو محمد النقله من بايرن ليفركوزن لريال مدريد لسه مش قادر يعدلها او يوزنها شويه. انت ماسك فرقه كبيره، ولازم التعامل مع النجوم تعامل مختلف. وحتى الآن لم يجد التوليفة الصحيحة للتعامل مع الدريسنج روم، لأن الدريسنج روم بتاع ليفركوزن غير بتاع الدريسنج روم بتاع ريال مدريد. ريال مدريد تمشي شمالك يمينك قدامك نجوم، فلازم التعامل يبقى تعامل مختلف. شفت ان هو ردود الافعال في بعض اللعيبه محمد تحس ان في الفرقتين تحس ان هي اكبر من المدرب، فدي لازم نقطه نظام. أنا رقم واحد، أنا اللي أحط التشكيلة، أنا اللي أغير، أنا اللي أدير. حتى الآن لم يصل إليها ألونسو، فربما الفوز في الكلاسيكو الأولاني يديله كريدت ويديله رصيد، لأن الشكوك دخلت بعد خسارة ماتش الديربي. حديث كابتن محمد يقودنا. أراد أن يحمي الجهة اليسرى لأن كوندي ويامال تقدموا كثيرا، وكان يدرك بأن فينيسيوس يستطيع أن ينسى في بعض الأحيان ربما أن يتابع كوندي ويقوم بالتغطية، ولهذا خرجه. ليس لمستواه، مستواه كان جيد، ولكن كما قال هو أراد أن يحمي النتيجة فعلا. إذا ضحى بفينيسيوس من أجل الجانب الدفاعي في الفريق كما يرى أرسن فينجر. دعونا بالحديث عن فينيسيوس نتوقف مباشرة عند أبرز ما جاء في الصحف الإسبانية بعد صافرة النهاية، وتحديدا صحيفة آس التي تحدثت عن غضب عارم من فينيسيوس لحظة التغيير. كذلك في موندو أيضا غضب عارم من فينيسيوس تجاه تشابي ألونسو على هذا التغيير. في الماركة أيضا مغادرة إلى غرفة ملابس ثم عودة بعد ذلك للجلوس على مقاعد بدلاء، ثم أيضا المشاركة في مشادة كلامية مع لامين يامال عندما طالبه بعدم الكلام. بين سبورتس وضعت هذه الصور في إعلان المباراة، فيها لامين اللي كان صاحب الجدل الكبير في المباراة، فيها فينيسيوس اللي قدم مباراة كبيرة وظهر أيضا بشكل مثير للجدل، فيها راشفورد اللي صنع هدف، فيها كيليان مبابي الذي سجل، فيها كذلك بيلينغهام الذي صنع وسجل، وفيها بيدري الذي طرد من هذه المباراة. اسماء الستة اللي اختاروها بين سبورتس سبحان الله كان لهم دور كبير جدا في هذه المباراة. صحيح، يعني توافق يعني اكثر من رائع صراحه، وهو لم يكن اعتباطا يعني الاختيار. ولكن انا اسمح لي انه اعلق تعليق يعني شايفين مباراه بين سبورتس شايفينها قبل يسوون
ودي اعلق تعليق بس على كلام الكابتن محمد، اتفق معاه في خيارات التغيير لالونسو. انا اعتقد انه استعجل في الخيارات خصوصا قبل اعلان الوقت الضائع لمده 9 دقائق، وهو وقت كافي لعوده اي فريق للمباراه. لكن اعتقد انه هو بحث مبكرا لتعويض المجهود البدني اللي فقده في لاعبين في الوسط، بيلينغهام كذلك، وحتى يمكن حتى امبابي. خط وسط ريال مدريد قدم مباراه كبيره طبعا، وهذا سبب هو كان يخشى من عدم اكتمال مرحله يعني محاولات الضغط التي ادت الى يعني انهاء خطوره وسط برشلونه. فنزول التغييرات كان حتى الايعاز واضح والاوامر لهم اللي هو الضغط المستمر على حامل الكره. لكن بالنسبه للبحث انا اعتقد انه مدريد بحث عن التسجيل اكثر من مره. يعني انت تتكلم على 23 محاوله تسجيل، منها 10 اون تارجت يعني. فمدريد حتى رغم ضياع ضربه الجزاء حاول الوصول، لم يكن في الانهاء يعني بشكل كبير موفق، ولكن في هجمه حتى كانت في الشوط الثاني اللي تشواميني اضاعها. تشواميني كانت في منتصف الشوط الثاني، كان في تقريبا 6 الى 7 لاعبين داخل 18 بالنسبه لريال مدريد، وهذه مع الونسو لاول مره تحدث منذ اشراف الونسو على ريال مدريد. انا اعتقد ان المباراه كانت قراءه موفقه من الونسو، وكان اداء اكثر من رائع جماعي بالنسبه لمدريد، ويعكس ذلك تماما يعني الغريب صراحه. انا عجزت القى له اي يعني هذا هجمه تشواميني، شوف كم لاعب داخل 18 بالنسبه لريال مدريد في هذا التوقيت يعني. لكن عموما فليك لا زال يقف متفرجا على سهوله اختراق دفاع برشلونه من كل الفرق بجميع انواعها، سواء كانت فرق هجوميه او حتى